كل ده بسبب بنزين غلط. Hear that? Hear that? Pop, 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 pop. Hear that? That? Okay. أكيد في يوم كان نفسك تعرف ليه في أكتر من نوع بنزين، 91 و95 وغيرهم، والأرقام المختلفة اللي بتشوفها في البنزينة، وليه في عربيات بتحط 95 بس ما تحطش 91 والعكس برضو. النهاردة هفهمك كل حاجة عن البنزين في العربيات ببساطة ومن غير تعقيد. ما تنساش بس تعمل سبسكرايب ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. في البداية بس خليني أعرفك إن الرقم الأعلى مش معناه بنزين أنضف، يعني 95 مش أنضف من بنزين 91، كلهم نضاف وكلهم نقاوتهم واحدة، وده اللي ممكن تلاقي ناس كتير مش عارفاه. بص يا سيدي، كل ما الرقم عالي كل ما الأوكتان اللي في البنزين كان أكتر، بس كده باختصار شديد، يعني مش أنضف ولا أنقى ولا أي حاجة من الحاجات دي. تعالى دلوقتي بقى نفهم مع بعض إيه هو الأوكتان ده. ببساطة كده، الأوكتان هو الحاجة اللي بيتقاس بيها البنزين ده هيستحمل ضغط قد إيه جوه الموتور قبل ما يتحرق. استنى هبسطها لك، يعني بنزين 95 يقدر يستحمل ضغط أعلى من بنزين 91 جوه الموتور، وده اللي بيحمي المواتير القوية اللي بتكون موجودة على العربيات الرياضية مثلا، وبيضمن لها احتراق منتظم وسلس. أكيد دلوقتي بقى بيدور في دماغك إزاي لما البنزين يقاوم الضغط يبقى أحسن؟ هو مش المفروض العكس؟ يعني يبقى البنزين أسهل في الاحتراق عشان ناخد أداء بسرعة ومن غير مجهود كبير. هقولك لأ، هي ما بتتحسبش كده، دي غرفة احتراق الموتور من جوه. لما البخاخات ترش البنزين وصمام الهواء يفتح ويدخل هواء جوه السلندر، البستم بيطلع لفوق يضغطهم لحد نقطة معينة، وبعدين يقوم البوجيه مطلع الشرارة بتاعته عشان يولع في خليط البنزين والهواء، أو يحصل الانفجار اللي بيولد لنا طاقة. يعني أهي النقطة المعينة اللي قبل ما البوجيه يرش الشرارة دي، لو البنزين هنا أوكتانه قليل، مقاومة البنزين للضغط العالي والحرارة هتبقى ضعيفة، فهتلاقي البنزين ولع قبل التوقيت المظبوط ليه، أو قبل حتى ما البوجيه يطلع الشرارة. وهي دي الفكرة كلها بقى. طيب امال مين بقى اللي بيستفيد من الاوكتان العالي ده؟ طبعا المحركات القوية زي اللي بتكون موجودة في العربيات الرياضية، او اللي بتطلع عزم وقوة عالية ايا كان بقى رياضية او لا، زي البيك اب او عربيات عائلية كبيرة، او المواتير حتى اللي عليها تربو، في الغالب برضو بتحتاج اوكتان اعلى من الموتور التنفس الطبيعي، عشان هنا المحركات دي متصممة تطلع باور عالي، فاكيد الضغط والحرارة جوه السلندر بتبقى عالية جدا، واعلى كمان من المواتير الصغيرة اللي بتكون موجودة في العربيات الاقتصادية زي ال 1600 وال 2000 سي سي. فالقوة لازم لها اوكتان عالي زي ال 95، في الغالب ده بيكون اعلى حاجة في البلاد العربية. يعني عكسه بقى خالص العربيات الاقتصادية والاستخدام اليومي، هنا دي محركاتهم بتبقى ضعيفة مقارنة بالعربيات الرياضية، فبتكون الحرارة والضغط اللي بينتجه الموتور جوه غرفة الاحتراق اقل، فمش محتاجين هنا مقاومة اعلى للضغط عشان يخلي الخليط يولع في ميعاده المظبوط. احنا هدفنا سواء عربيات قوية او ضعيفة ان الاحتراق او بالاصح انفجار الخليط يحصل بعد ما البوجيه يولع الشرارة، عشان ناخد احسن اداء واحسن امان وكمان احسن استهلاك بنزين. طيب لو فاكر الفيديو اللي كان في الاول ده، ليه الموتور حصل فيه كده؟ ببساطة لان الاوكتان اللي كان محطوط هنا مش الاوكتان المناسب للموتور، وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا، خصوصا لو كان موتورك بيحتاج اوكتان عالي وانت حطيت اوكتان اقل من المطلوب، فهتسمع صوت فرقعة أو طقطقة غريبة جاية من الموتور، استهلاك بنزين مش مظبوط وممكن يكون أعلى من الطبيعي، عزم وقوة ميتة، وهتحس إن العربية مش فايقة وفيها حاجة غلط، وممكن كمان لا قدر الله يكسر لك البساتم. اما لو انت عربيتك بتحتاج اوكتان قليل وقمت حاطط فيها اوكتان عالي، ايه اللي هيحصل هنا؟ في اغلب الاوقات مش هيحصل حاجه، انت كانك ضفت طبقه حمايه زياده للبنزين عشان ما ينفجرش قبل ميعاده، والبوجيه كده كده هيولع الشراره وهيخلي الانفجار يتم. بس برضو الحركه دي مش امان 100% عشان تبقى عارف برضو، وما انصحش اي حد انه يعملها. في عربيات او محركات لو زودت الاوكتان على اللي متوصي بيه هتلاقي نفس الاعراض والمشاكل اللي لسه قايلينها فوق. زيادة الأوكتان عن المتوصي بيه مش هيحمي موتور عربيتك ويطول من عمره، ولا هيزود لك قوة أو عزم، كل اللي هيحصل إنك هتخسر فلوس على الفاضي بس. فخليك دايما في الأمان وتأكد من الأوكتان المظبوط لعربيتك والتزم بيه. افرض دخلت البنزينة بعربيتك اللي بتاخد 91 ونسيت وقمت حطيت بنزين 95 بالغلط، تعمل ايه؟ ما تقلقش، تقدر تحط بنزين 91 على ال 95 اللي موجودين في التانك، يعني مش لازم تستنى التانك يفضى، انت كده هتخلط ال 95 اللي عربيتك مش محتاجاهم وتقوم مزود عليهم بنزين 91 عشان نسبة الاوكتان تخف شوية، فهتبقى تقريبا متوسط 93 اوكتان، وكده امورك هتبقى تمام. ولو حطيت 91 بالغلط وعربيتك بتحتاج 95، هنا بقى هتركز معايا شوية عشان هتقف بالعربية خالص، اوعى تمشي عليها، اطفي الموتور على طول عشان ال 91 ما يلحقش
بيلحقش يوصل للموتور، هو بيكون فيه لسه شوية 95 في المواسير والبخاخات، فانت اطفي الموتور على طول وحاول تطلع البنزين ال91 على قد ما تقدر. انت اكيد ممكن ما تعرفش تنزله كله من التانك، ممكن يتبقى شوية، بس على قد ما تقدر قلل كمية ال91 وتزود عليها بقية التانك لحد الفل ال95 بتاعك، عشان نسبة الخلط بين ال91 اللي مش هتعرف تنزله وال95 اللي عربيتك محتاجاه تكون قريبة من الأوكتان المظبوط لعربيتك. وفي الآخر خليني أقولك الخلاصة في سطرين: مش كل رقم أعلى يبقى أحسن لعربيتك، الأحسن دايما هو الصح ليها. اقرا الكتالوج، اعرف الموتور بتاعك محتاج ايه والتزم بيه، لا تزود اوكتان على الفاضي وتخسر فلوس، ولا تقلل اوكتان وتخاطر بموتور عربيتك. الموضوع مش توفير ولا منظرة، الموضوع كله احتراق مظبوط، اداء ثابت، وعمر اطول للموتور. لو الفيديو فادك اعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايز نعمل فيديو عن وقود الايثانول وحش الاوكتان العالي اكتب لي في الكومنتات. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.